النهاردة عن موضوع جديد، هو بقى لا خاص بكتب ولا مقالات ولا أي حاجة. موضوع شاغلني كده بقاله فترة من يوم 15 مايو. وطبعا انتوا أكيد عارفين يوم 15 مايو ده حصل فيه ايه. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة حوادث الزلزال الغريبة اللي بقت تحصل في مصر بشكل غريب جدا الفترة دي أو شهر 5 2025 بالذات. طيب تعالوا نجيب الموضوع من البداية خالص ونعرف أول زلزال حصل، أو مش أول زلزال، هو أقوى زلزال حصل وحصل إزاي وليه إيه، واللي بيحصل النهاردة ده سببه إيه، سواء كان في موضوع غامض أو موضوع طبيعي عادي. في زلزال في مصر وليه حسينا بيه؟ يعني إيه زلزال؟ الزلازل يا جماعة بتحصل لما الطبقات اللي تحت الأرض اللي هي اسمها الصفائح التكتونية تتحرك جامد وتتصادم أو تتزحلق على بعض، فبيحصل انفجار للطاقة دي وبيوصل للأرض على شكل اهتزاز، وكل ده كانت الطاقة أكبر الزلزال بيكون أقوى. طب ليه بنحس بالزلزال في مصر مؤخرا؟ مصر أصلا مش دولة زلزالية، يعني مش على خط الزلازل زي اليابان أو تركيا، بس اللي حصل مؤخرا إن الزلزال كانت غريبة جدا وجاية من البحر قريب مننا، وتحديدا حوالين جزيرة كريت، وده خلى تأثيرها. طيب تعالوا كده نفهم الموضوع. تفاصيل الزلزال اللي حصلت يوم 14 مايو 2025 كانت قوته 6.4 درجة، ومكانه كان شمال شرق كريت. الناس حسوا بيه في القاهرة ومطروح واسكندرية، لكن الحمد لله زلزال 22 مايو وده حصل امبارح، ناس كتير ما حسيتش بالزلزال ده لانه كان تقريبا كان الفجر متهيألي او 6 الصبح، كانت قوته 6.24 درجة، يعني نفس يعني درجة أعلى بشوية، لكن كان في نفس المنطقة برضو كريت، واستمر حوالي 15 ثانية. حصل بعده أكتر من 15 هزة خفيفة توابع، بس محدش حس بيها جدا، أو اللي عندها الاستشعار عالي شوية هي اللي هتبقى حست بالموضوع ده، خاصة المحافظات اللي قريبة من البحر. طب ليه أصلا الزلازل بتحصل بقى حوالينا؟ تعالوا بقى نشوف الموضوع. المنطقة اللي حوالينا اللي هي جزيرة كريت دي أو قبرص فيها صفيحتين أرضيتين، يعني فيهم 2 صفيح، وده اللي احنا قلناه من الأول إن هي بيبقى عبارة فيه صفائح بيحصل اهتزاز، فبيحصل احتكاك مع بعض فبتأدي للزلزال. واحدة اسمها الأفريقية اللي احنا عليها، والتانية اسمها الأوراسية اللي هي بتاعت أوروبا. الاتنين دول بيتصادموا تحت البحر المتوسط، وده بيولد الزلازل. طيب زلزال 92 بقى اللي هو حصل في مصر ده كان استثناء خالص، ملوش علاقة بأي حاجة. ده حصل زلزال في أكتوبر 1992، كان مركزه قريب من القاهرة، كان في منطقة دهشور، أي دي منطقة داخل مصر. كان قوته حوالي 5.8 ريختر، وده يعتبر قوة بالنسبة لمصر، يعني قوة جامدة جدا، يعني قوي جدا، يعني لأنه جه من جوه الأراضي المصرية مش من البحر. مات فيه أكتر من 500 شخص وناس كتيرة اتصابت، وبيوت اتشققت أو وقعت في مناطق شعبية. هل الزلازل دي من علامات الساعة؟ السؤال بقى تقريبا اللي كلنا بنسأله لنفسنا وعلى السوشيال ميديا ومدركين، ونعرف ان ممكن ده يكون غضب من ربنا. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وده بيخلي ناس كتير تربط اللي بيحصل دلوقتي بنهاية العالم، اي نهاية الزمن. وفعلا احنا بنشوف زلازل في اماكن عمرها ما كانت بتحصل فيها، وكأن الأرض بدأت تغلي من تحت رجلينا. في ناس بتقول إن في حد ممكن يكون بيلعب في الطبيعة، أي بمعنى أصح بيلعب في المناخ، بيلعب في التضاريس، بيلعب في كل حاجة. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع ده. أيوة، الكلام ده منتشر حوالين مشروع اسمه هارب.
وده مشروع يا جماعة أمريكي. فكرته الأساسية كانت دراسة الغلاف الجوي، بس ناس بتقول إنه بيستخدم موجات بتأثر على الجو، وطبعا بتأدي طبعا لزلازل، وحتى يعني بتبقى صعبة جدا، وهو ممكن يكون ده السبب. بيتقال إنه ممكن يكون سلاح خفي بيأثر على الطقس، بس لحد النهاردة مفيش دليل علمي قوي على الموضوع ده. يعني مش هنقدر نقول أكيد إن في حد بيلعب، لكن في أسئلة ملهاش إجابات واضحة وممكن تكون مرتبطة بسيناريوهات. طيب هل اللي بيحصل ده مترتب؟ ده طبعا احنا اتقسمنا لشقين، شق بيقول ان الزلازل ده غضب من عند ربنا، والشق التاني بيقول ان في ناس عايزة تعجل بيوم القيامة، فبينجزوا بقى عشان خاطر يوم القيامة يجي والمسيح الدجال يطلع والمهدي يظهر وكل الدنيا تظهر على حقيقتها. وطبعا باين جدا من اللي بيحصل في فلسطين ان هي فعلا نهاية العالم. طيب في ناس شايفة ان في حاجات كتير غريبة بتحصل ورا بعضها، زي طبعا منه اللي بيحصل النهارده في فلسطين، والزلازل وتغيرات المناخ وفيضانات في اماكن مش متعوده ان هي يكون فيها فيضانات اصلا، والمجاعات والاوبئه، وكمان بيقولوا ان في اوبئه جديده. ومع تكرار الحوادث بالشكل ده في احساس عند كتير مننا ان في حاجه بتترتب غامضه مش مفهومه فعلا، أو على الأقل دي مقدمات لمرحلة جديدة لتهيئة الأرض، يمكن تكون علامة أو تحذير. في الآخر إحنا نعمل إيه؟ نتابع الأخبار من مصادر موثوقة، ما نخافش بس ناخد بالنا، نرجع لربنا شوية يا جماعة بجد بليز. يعني إحنا محتاجين كلنا نراجع حساباتنا مع ربنا بجد، لأني والله بجد اللي بيحصل ده بجد انا ساعات بحس انه مننا، لان ربنا ما بينزلش غضب على قوم غير لو القوم عصوه او زادوا في العصيان، او يعني خلاص فجروا زي يعني ما بيقولوا. فنحاول نرجع لربنا وندعي دايما بالستر والايمان، وانه يحمينا من شر اي كوارث ويحمي بلدنا، وكمان نفتكر ان لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ده طبعا كان ملخص اللي بيحصل، حبيت ان انا اكلمكم عنه عشان ابتدت ناس من صحابي كتير يسألوني ويتكلموا معايا في الموضوع ده، فابتديت ادور وراه. لان لقيت ان ممكن اللي بيحصل ده بجد يكون سببه غضب الهي. حتى لو كان سببه ناس بيلعبوا في الجو وفي المناخ وكده، حتى لو قلنا ده برضو ده بإرادة ربنا يا جماعة. يعني مفيش أي حاجة بتحصل بره إرادة وقدرة ربنا. ف يعني احنا منعرفش الخير فين، ويمكن فعل الأرض تتهيأ لحاجة، ويمكن اللي بيحصل ده والله يخلي الناس ترجع شوية وقلوبها تتصافى والدنيا ترجع تبقى أحسن. لأن يعني خلاص يعني باين على السوشيال ميديا احنا وصلنا لإيه، مش محتاجة أقول لكم بقى أو أحكي لكم، هو باين. يعني باين إن خلاص بقى كل واحد يلا نفسي، وما بقاش في حاجة اسمها حرام، ما بقاش في حاجة اسمها عيب، ما بقاش في حاجة اسمها ناخد بالنا، ما بقاش في حاجة اسمها الكلمة حتى ممكن تزعل اللي قدامي، ما بقاش في حاجة اسمها احترام الكبير، ما بقاش في حاجة اسمها ان ده صغير فممكن ما عاتبش على كلامه. فالمواضيع بقت صعبة جدا، الخصام والهجر وقطع صلة الرحم وقطع البر وحاجات كتير جدا يعني، والكذب والغدر والخداع والغش، ودخول بيوت الناس والخروج منها بدون حساب وبدون اي شيء. حاجات كتيرة قوي بقت بتحصل فيها فجر بمعنى اصح يعني. فندعي ربنا ان لو كان غضب من عنده ربنا يرفعه. طب ناس ممكن تقول طب ايه ذنبنا؟ يعني ممكن حد يقول طب انا طيب، طب انا، ما احنا بقى مش هناخدها كده. يعني احنا مش هناخد كده. اكيد طبعا في اقوام بتبقى كويسه، زي مثلا سيدنا لوط، ربنا قال له خد يعني خد عشيرتك وامشي قبل ميعاد معين، لان خلاص يعني المكان اللي هو كان فيه خلاص هيصحوا الصبح هيلاقوا نفسهم يعني جايبين الارض بقت عليها سافلها. ف فخلاص يعني
ربنا قال له كده، فقال له خد معاك المؤمنين وامشي اجري. وسيدنا نوح نفس الكلام برضو. فمش هنعتبرها كده، بس لعل اللي بيحصل بجد الناس تاخد بالها وتركز ان في ربنا يا جماعة. يعني في ربنا، واحنا مش معمرين في الارض، احنا لينا يوم وخلاص وهينتهي. ف يا ريت نراعي بعض شوية يعني، عشان بجد اللي بقى بيحصل في الدنيا ده بقى غريب جدا. وطبعا تعدد الثقافات والافكار والعادات والقبائل الدنيا بقت بصراحة ما بقتش على يعني على وتيرة واحدة. تقعد تتكلم مع ده تلاقي ثقافته مختلفة، تاني تقعد معاه ثقافته تلاقيها مختلفة. احنا مبقناش اصلا عارفين نتكلم مع بعض، مبقناش عارفين نتعامل مع بعض، بقينا بنحط الشر في الناس قبل الخير. بس برضو لازم ناخد حذرنا، لان مش من الدين او مش من الاسلام اني انا اسلم نفسي للناس بدون حذر. لازم دايما اكون واخد حذري حتى يتبين، يعني حتى يتبين اللي قدامي ده هو كويس ولا شخص قناص. يعني قناص، يعني في ناس في حياتنا انا بعتبرهم قناصين، بيبقوا قاعدين بيتربصوا للناس بس ويفهموا كلامهم اكتر، فبيخلوك يعني تتكلم عشان يسمعك وياخد كلامك ويشوفك ويحكم عليك بالشر. ممكن انت تكون تتكلم معاه عادي بدون اي يعني، تحكي له مواقف حصلت لك في حياتك، فهو بيبتدي يرتبها فيرسمها، فتلاقي الشخص ده مرة واحدة اختفى من حياتك، فظن فيك الشر، فانت تستغرب وتبتدي تكره الناس مع الوقت. فدي مواقف كتير قوي بتحصل لنا في حياتنا وحصلت لنا شخصيا. فزي ما بقول لكم تعالوا نبدأ صفحة جديدة مع ربنا، وندعي ربنا كتير ونقرأ قرآن الفترة دي كتير، لعل ولا عسى ربنا يذهب كل الكوارث اللي في الدنيا دي. بشكركم جدا ومستنية تعليقاتكم، وشكرا جدا.